بسم الله من غير مقدمات. أقسم بكتاب الله، وأقسم برب كتاب الله، أقسم من حل القسم بكل الأديان السماوية وبكل دين الله سبحانه وتعالى أنزله، وكل كتاب وكل رسله، إن كل كلمة هقولها في الفيديو ده إني صادق فيها، ويعلم ربي إني صادق، وأدي المصحف أدي كلام الله. أقسم من حل القسم، كل من يقصد مصر وكل من يحارب مصر وكل من يفكر أن يحارب الجند المصري سيهلك. أقسم من حل الكتاب، أقسم من رفع الكتاب ورفع السماوات والأرض، من كل من حاول إنه يحارب مصر سيهلك إهلاك ما هيشوف زي ولا قبله. مش عشان أنا مصري، لا، لأن مصر مش بلد المصريين، مصر هي بلد الله رب العرش الكريم، رب السماوات والأرض. اللهم إني أبلغت اللهم فاشهد. أقسم من حل القسم، كل من يفكر أن يحارب مصر، اللي هيدخل مصر هيدخل مصر هيبقى داخل مولود وخارج مفقود. اللي هيخش مصر يحارب هيبقى داخل مولود وخارج مفقود، لأن هي أرض الله ومن الله. والدليل إن الله سبحانه وتعالى لما تجلى على جبل الطور وكان في مصر حرب 73، إسرائيل لحد دلوقتي بتقول إحنا اللي كان بيحاربنا في الأرض ما كانتش جنود، كانت جنود لابسة أبيض فأبيض. فجأة واحدة كده لقينا الجنود دي لابسين أبيض فأبيض. لحد دلوقتي بيدرسوا مين اللي كان بيحارب في قلب أرض سيناء. أقسم من حل القسم إني صادق في كل كلمة بقولها. والدليل لما ديك النهار قالوا لك طلع الوشك المصري اللي هو القط اللي هو عامل زي النمر، قال لك الوشك المصري طلع بياكل الجنود الإسرائيليين والكلام ده. من امتى ومصر عندها وشك مصري؟ يا جماعة الوشك المصري ده ما كانش وشك مصري، الوشك المصري ده أقل جندي في الأرض من جنود الله. سيعلم رب العباد إني صادق، وسيشهد علي الله إني صادق. ده أولا. ثانيا، أنا من أول الناس اللي طلعوا السنة اللي فاتت وقالوا قريبا جدا مصر ستفعل شيء سيبهر العالم باللي فيه، وأخصة فلسطين والمسلمين في جميع أنحاء الأرض. والناس كانت بتستهزأ بكلامي وما كانوش واخدين بكلامي. دي ما كانتش توقعات، ولكن أنا كنت عندي يقين في جيش مصر. يا جماعة خير جنود الأرض مصر. اوعوا تتراجعوا سنتي ولا ثانية واحدة، إنكم من أعظم وأقوى جيوش الكرة الأرضية. أي حد بيقول لكم الجيش المصري 19 وال20، أبدا. الجيش المصري هو الأول في الشرق الأوسط. وأقول لكم كلمة وربنا يعلى وأعلم إني صادق، وأقوى جيش في العالم، هو الأول على العالم كله. وده مش كلامي ولكنه كلام رب العباد. إن شاء الله تحيا مصر وتحيا جيش مصر، وإحنا في ظهرك وفي ظهر الجيش المصري. وقبل ما نكون في ظهرك إحنا تحت البيادة اللي بتلبسها في رجليك. تحياتي للجيش المصري وتحياتي لكل جندي مصري. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله الخارج مولود والخارج مفقود، سيعلم الله. وخليكم فاكرين الفيديو ده وخليكم عارفين إني أبلغت. والدليل هو أنتوا فاكرين لما رب العباد نزل على مصر وتجلى على أرضها في جبل الطور كان صدفة؟ ليس صدفة. هو أنتوا فاكرين لما رب العباد تجلى على جبل الطور وكلم بشر سيدنا موسى كان صدفة؟ ليس صدفة أبدا، ليس صدفة. هل صدفة إن البلد دي دون عن كل بلاد الدنيا تتذكر في القرآن 5 مرات بشكل صريح، و34 مرة وتصريح؟ صدفة؟ هل صدفة إنها تتذكر في التوراة والإنجيل 696 مرة في أسرار العهد القديم وأسرار العهد الجديد؟ مصر والأناجيل ال4 والسفر الرؤيا. هل دي صدفة؟ طب صدفة إن المرة الأولى والأخيرة إن يتجلى عليها
رب السماوات والأرض في سينا في جبل الطور؟ هل صدفة؟ يوم ما يتجلى رب العباد يكلم فيها بشر، يقوم يكلم سيدنا موسى في جبل الطور في سينا، هل دي صدفة؟ مش ممكن تكون صدفة. طب صدفة إن سيدنا عيسى وأمنا مريم لما هربوا من الرومان في رحلة العائلة المقدسة بقدمهم الشريف ويجوا في البلد دي ويجوا يعيشوا فيها أكتر من 4 سنين في بلبيس، هل ده صدفة؟ مش ممكن يكون صدفة. طب صدفة اللي ستنا هاجر اللي هي أم الأنبياء وبعدين صدفة؟ طب صدفة يعني أمنا هاجر اللي هي زوجة أبو الأنبياء سيدنا إبراهيم وبعدين أم سيدنا إسماعيل اللي هو أبو العرب، هاجر دي تبقى قبطية مصرية، دي برضو صدفة نزولها هنا في مصر؟ طب صدفة إن قائم على خزائن الأرض وينصر العالم كله يكون على أرض مصر العزيز سيدنا يوسف، هل ده صدفة؟ هل دي صدفة؟ وربنا جعله على خزائن الأرض وفين؟ وفي مصر. صدفة اللي سيدنا النبي يتجوز، علشان كده برضه مش صدفة اللي 1,000,000 كيلو متر مربع اللي بيمثلها البلد دي تكون بؤرة وسنتر العالم بالمنظر ده. بص على الخريطة تلاقي البحر الأبيض مودع على المحيط، البحر الأحمر على المحيط التاني، الأمريكتين كده، أوروبا وآسيا كده، وأفريقيا أهي، وادي أستراليا أهي، وأنت في السنتر، هل دي صدفة؟ أعظم وأطهر وأحسن موقع في العالم اللي هو نهر النيل، هل دي صدفة؟ مش صدفة، مش صدفة، في سر، صدقوني يا جماعة مش صدفة، مش ممكن يكون صدفة. خير جنود الأرض لما اتذكرت في القرآن صدفة؟ مش ممكن تكون صدفة. لما ربنا سبحانه وتعالى ذكر مصر في القرآن صدفة؟ مش ممكن تكون صدفة. ولما ربنا تجلى بعظمته على جبل الطور وكلم فيها من البشر سيدنا موسى، كلموا على جبل الطور، صدفة؟ مش ممكن تكون صدفة.